شبح تشارلي حضر لمدرسة إمبابة للبنات. تشارلي تعود من جديد. يوم الخميس حالة من الرعب أصيبت في مدرسة البنات في إمبابة لما بنتين خرجوا من الحمام في حالة الهياج العصبي وعمالين يصرخوا. مدرسين لما شافوا شكلهم اتفزعوا وكان شكلهم مخيف جدا وعينيهم بتنزل دم وكانوا عمالين يجروا ويصرخوا وماسكين راسهم وعمالين يخبطوها في الحيط بطريقة هستيرية. ده عمل حالة من الفزع بين المدرسين والطلاب، فالمدرسين استعانوا بالشرطة وكمان الاسعاف. من قبل ما ابدا الحكايه يا ريت تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس واوعى تنسانا من الاعجاب. يلا بينا نخش على تكمله الفيديو. الحكايه عندنا هتبدا من استغاثه الكلام ده لما كتبت بوست على صفحتها ان في بنتين مع بنتها في المدرسة طلبوا منها انهم يلعبوا مع بعض لعبة تشارلي، واللعبة دي عبارة عن تحضير جنية اسمها تشارلي. طبعا الست بتقول ان الحمد لله ان بنتي رفضت. اصحابها قالوا لها طول ما انت مش هتلعبي معانا هاتي دبوس عشان نشك نفسنا عشان ننزل دم. كان رد البنت عليهم بتقول لهم انا مش هساعدكم عشان تؤذوا نفسكم، وسابتهم ومشيت. وبعدها بنص ساعة المدرسة كلها اتقلبت، صريخ وحالة رعب وفزع بين الطلاب والمدرسين. الكلام ده لما بنتين خرجوا من الحمام وتقريبا كانوا بيلعبوا اللعبة في الحمام. كان حالة البنتين شكلهم مرعب جدا ومفزع جدا وكانوا بينزلوا دم من عينيهم، عمالين يجروا ويصوتوا في المدرسة كلها ويخبطوا دماغهم في الحيط. كل اللي كان بيشوفهم من البنات اتفزعوا واتصرعوا وكانوا بيبكوا بشكل هستيري من شدة منظرهم المرعب. الأم بتكمل وبتقول إن في بنتين مع بنتي في الفصل كانوا في الحمام وشافوا بنتين بيلعبوا اللعبة دي وجات لهم صدمة عصبية وتحولوا إلى المستشفى نتيجة انهيار عصبي. كل اللي كان بيشوفهم بيجيله حالة من الفزع والرعب لدرجة إن المدرسين كانوا بيقفلوا الفصول على الطلاب واتمنع نزولهم عشان محدش يشوفهم. الحمام قلت لهم على حصة فدخلت الحمام فدخلت الحمام لقيت مخلوق جوه. العين بيضة خالص في شنين والشفايف سودا. واخذوا البنتين وحبسوهم في اوضه لوحدهم لحد ما جت الشرطه، والشرطه لما جت عملت كردون حوالين المدرسه، منعوا اولياء الامور اللي كانوا بيصرخوا مفزوعين على اولادهم بره من دخول المدرسه. انا بتصور وعمالين يخرجونا من المدرسه، انا مش عارفه اروح فين. انا بنتي والدها اللي بيجي ياخدها في حاله زي كده ما عرفوش يسيطروا على الموقف، والبنات هرجله. اداره المدرسه ما عرفتش تسيطر على الموقف، وطبعا البنات هرجله. انا بنتي ما بتروحش لوحدها ماشي، واداره المدرسه وكلمت واحده من المشرفين جوه قالت لي ما حصلش حاجه زي كده، واحنا اولياء الامور دخلوا وهي اتلخبطت في الكلام. يا ماما كانوا بيلعبوا لعبه وفي بنت اغمى عليها وبيقولوا عوروا نفسيهم. وعلى لسان طالبه اسمها شهد قالت ان اللعبه دي مجرد خرافه ومش حقيقه، وقررت انها تلعب معاهم عشان تثبت لهم ان اللعبه دي مجرد خرافه. ولعبت اللعبه فعلا واتفاجئت ان القلم بيتحرك، ومن هنا شهد بدأت تنسحب وسابتهم ومشيت، ومن بعدها الدنيا اتقلبت. بتقول كمان ان شافت صاحبتها زي الزومبي، عينيها كانت بتنزل دم وعمالة تصرخ، كل ده بسبب لعبة ملعونة. أنا بوجه رسالة لكل أب وكل أم، خدوا بالكم من ولادكم وربنا يلطف بينا. نعم هما فضوليين جدا وبيعملوا حاجات طايشة وما يعرفوش نتيجتها. Charlie, are you here? Are you here? Who is here? Is Charlie here? Sí, ya, pero eso ya Is Charlie here? Then what if they go have a fucking rampage? Charlie, are you here? Oh shit! Oh shit, yo! Yo, Charlie, don't be a dick, man! God,
Charlie, are you there? Oh my gosh, what the fuck? Charlie's not. Oh, okay, now the glass broke. I'm leaving. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شارلي أنت موجود ولا لا؟ أخ نورة. Charlie, are you here? Charlie, can we play? Charlie. شارلي انا الجائزه اللي انا عايزها قريب اقول انا يا لهوي لا يا لهوي خزي. لعبة تشارلي دي بدأت تنتشر من خلال الفيديوهات على النت سنة 2015. وفكرة اللعبة ان انت بتجيب ورقة واقلام رصاص وبتلعبها بطريقة معينة بتستدعي شخصية ميتة اسمها تشارلي اسطورية، وبتثبت انها موجودة وبتسبب حالة من الرعب على اللي بيلعبها. لعبة انتشرت جدا بين الشباب والاطفال كنوع من الالعاب الغامضة، واللعبة دي قابلت انتقادات كثيرة جدا بسبب فكرتها لانها قراءة تعاويذ بتستدعي الشياطين والارواح. من نفسك راح تشارلي اريو هي الرفستان والحين شيطان ما ادري الجن اسمه جارل. خلينا نجرب. جارل موجود؟ جارل بالزق موجود؟ اوف. إذا أنت هون أعطي إشارة. إذا أنت هون أعطي إشارة. بسم الله. وبكده اكون خلصت، ولو انت وصلت معايا لنهاية الفيديو يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك الجميل بتاعك.